بتبدأ الحكاية مع أسرة مكونة من 4 أفراد. الأم اسمها اينت وكانت بتصور فيديو لبنتها كتجربة أداء علشان تشارك في مسلسل. بيبعتوا الفيديو بعد كده وبنتها بتتقبل. باباها اللي اسمه بن بيفرح جدا إن بنته اتقبلت في المسلسل. كلهم بيبقوا متحمسين ومبسوطين جدا. فبن بقى بيشوف الناس المشاركة في المسلسل مع بنته، وبيشوف صور وفيديوهات للممثلة اللي هتعمل دور مامتها. الممثلة دي بقى بتطلع جميلة جدا، وكان ليها فيديو كده بتتشاقى فيه مع شخص كانت على علاقة بيه. بن أول ما شاف الفيديو ده قال لك ايه ده، البنت دي جميله قوي وشكلها كده بتحب الشقاوه. في نفس الوقت ده مراته اينت كانت بتتكلم معاه، ولكن بن ما كانش معاها اساسا ولا كان بيرد عليها. فاينت بصت على بيبص عليه، لقت الفيديو بتاع البنت دي، فقالت ايه ده، ازاي ينشروا حاجه زي كده؟ مش المفروض ليهم خصوصيه؟ يعني كانوا هينشروا مثلا الفيديوهات دي لو كانت دي بنتهم او اختهم. وكانت اينت زعلانه عليها. على كل حال تاني يوم بن بياخد بنته ماتيلدا علشان يوصلها للاستوديو في اول يوم تصوير. اينت قالت له طب انت اتفقت مع واحده تيجي تقعد مع الولد الصغير؟ بن قال لها ايه، لا ما اتفقتش. قالت له ازاي يعني، انا عندي اجتماع مهم مع رئيس المجله اللي كنت شغاله فيها، مش هينفع اخد الولد الصغير معايا. بين قال لها معلش اتصرفي، وبسرعه اخد ماتيلدا ومشي وساب اينت مع نفسها. وراح على لوكيشن التصوير. استقبلته واحده اسمها ايميلي دي هي اللي بتنظم كل حاجه في لوكيشن التصوير. اخدتهم علشان توديهم المقطوره بتاعتهم، ولكن الاستاذ بن كان مركز مع المقطوره بتاعه الممثله اياها دي اللي اسمها بالمناسبه اليسا. مركز انت ضعيف. في نفس الوقت على الجانب الثاني اينت طالع عينها مع ابنها الصغير اللي بيعيط طول الوقت، ما بيسكتش يخرب بيته. طبعا عياطه طول الوقت ده مسبب لها توتر جامد، ده غير انها مش عارفه تركز في اي حاجه. بنرجع تاني لبن وماتيلدا. اليسا بتجيلهم علشان تتعرف عليهم وبتتكلم مع ماتيلدا وبتحاول تهديها علشان ماتيلدا كانت متوتره. اما الاستاذ بن فكان طول الوقت عينه ما اتشالتش من على اليسا، قاعد باصص لها كده ومريل عليها. في نفس اللحظه دي على الجانب التاني كانت بتقابل رئيسها القديم. رئيسها بيفتكر معاها الايام اللي كانت شغاله فيه معاهم في المجله، وكان مرحب جدا ان انت هترجع معاهم الشغل، ولكن للاسف ما كانش عارف يتكلم معاها كلمتين على بعض. الولد الصغير عمال بيعيط، اتفرج عليهم المطعم كله. ده غير انه لاحظ ان انت لابسه فردة حلقه واحده بس، وده طبعا بسبب ان انت مش عارفه تركز بسبب صريخ الولد ده طول الوقت. واجتماعهم مع بعض على كل حال يعني ما كانش احلى حاجه. انت بعد كده بترجع البيت وهي في حاله غضب شديده. جوزها سايبها مروق على نفسه وهي مش عارفه تشوف حياتها، وكانت واقفه قدام المرايه دايسه عليها بايديها جامد لدرجه ان المرايه اتكسرت وايديها اتعورت. اما على الجانب الثاني فبن واليسا بيتمشوا مع بعض في اللوكيشن. بس لما كانوا ماشيين اليسا بتلاحظ ان في شويه ناس مشغلين الفيديو بتاعها المتسرب. فبن راح لهم كده بكل حمشانه وقال لهم اطفي يا ابني انت وهو الفيديو ده، افرض دي بنتك مثلا ولا اختك، ترضى حد يتفرج عليها كده؟ فالناس دي اتكسفت على دمهم وطفوا الفيديو. واليسا طبعا في الوقت ده فرحت جدا باللي عمله بن. قالت له شكرا يا بن. قال لها ما تشغليش دماغك، ده واجبنا يا اليسا، وده رقم تليفوني، لو لقيت اي حد مشغل فيديو في اي وقت اتصل بيا وانا هاجي اخليه يطفيه. ويخلصوا تصوير في اليوم ده وبعد كده بيروحوا البيت. كانت في البيت كانت قاعده مستنياهم ومحضره العشاء علشان يتعشوا مع بعض، ولكن بن قال لها معلش صدقيني اتعشينا بره. فكانت ما رضتش تدقق وكانت بتلعب مع بنتها شويه كده. فبن راح زعق فيها وقال لها البنت تعبانه، طلعيها علشان تنام لان بكره في تصوير تاني. فكانت طلعت ماتيلدا ونامت على السرير، وكان نفسها تقعد معاها علشان هي كانت وحشاها يعني، ولكن سابتها تنام علشان عارفه انها تعبانه ونزلت تقعد مع بن في الوقت ده كان فاتح اللابتوب بيتفرج على حاجه، واول ما شاف انت جايه عليه قفل اللابتوب. انت قعدت معاه وسالته اليوم كان عامل ازاي. بن قال لها اليوم زي الفل، وفضل يتكلم على اليسا بطريقه كده فيها غزل، ما كانش حاسس بنفسه. انت عبيط ياض ولا ايه؟ معلش يا جماعه الراجل ده غبي اللي يمثلنا كرجاله. على كل حال بن بعد كده سابها وقام علشان ينام. راحت بعد كده فتحت اللابتوب بتاع بن، لقيته كان بيتفرج على الصور بتاعه الممثله دي. وتاني يوم بن بياخد بنته وبيروح لموقع التصوير، ولكن في اليوم ده المخرج اعتذر. فاليسا عزمت بن وماتيلدا انهم يروحوا معاها البيت يتفرجوا على فيلم ويقعدوا مع بعض شويه. بن قال لها يا سلام عينيا يلا بينا، وفعلا روحوا معاها البيت قعدوا مع بعض واتفرجوا على الفيلم. ولكن ماتيلدا في نص الفيلم نامت. فبن خبط على كتف اليسا كده وقال لها خلي بالك إيه ماتيلدا نامت. اليسا قالت لا احنا ناخد سيلفي كلنا مع بعض. بن راح ضحك لها ضحكه سامجه كده واتصوروا واتكلموا مع بعض بعد كده. وبن قال لها انا شايف انك انت ممثله جامده جدا وشخصيتك حلوه قوي، انا معجب بشخصيتك جدا، ده انت عليكي شخصيه تعجب اي حد. يا ابني مش كده اهدى شويه. واليسا كانت معجبه ببن لانه دافع عنها لما شافت الناس دي مشغله الفيديو بتاعها. في نفس الوقت ده على الجانب الثاني كانت بتشوف صور نازله على موقع اخباري. الصور دي كانت بتجمع الممثله دي مع جوزها بن، كانت اتصورت ليهم وهم في اللوكيشن. كانت شايفه في الصور ان اليسا بتبص لبن بصات اعجاب. ففضلت بقى تخبط بالموبايل على الترابيزه. في نفس اللحظه دي بتسمع ابنها بيصرخ، فما تفهمش بقى اللي حصل. لقيت كده اتجننت ولا ايه، خرجت من البيت وفضلت تجري كده في الخلا لغايه ما بعدت عن صوت صراخ ابنها. وصلت لمكان هدوء كده ووقفت. هي كانت محتاجه بس لحظه هدوء كده، بعدها رجعت تاني لحياتها اللي هي شايفاها جحيم. اما بن من الناحيه التانيه بياخد بنته علشان يمشي، ولكن قبل ما يمشي بيعمل حركه صايعه. بيقول لها يا ريت تبعتي لي الصوره اللي انت صورتها لنا دي
ايميلي على الواتس، واخد منها تليفونها وسجل رقمه عليه. بيروح البيت بيفتح الباب وبيقفله، بيلاقي مراته مستنيه ورا الباب. بيقول لها يخرب بيت مطنك فزعتيني يا شيخه. قالت له ايه ده؟ ايه الصوره اللي انتم مصورينها مع بعض دي؟ بن قال لها ايه يا ستي، ما انت عارفه شغل الصحافه داتي، ما تكبريش الموضوع امال، وزبيني دروك علشان بلت المنطلون بتاعي من الخضه. وفي نص الليل بعد كده الولد الصغير بيصحى يعيط. بن بيعمل عبيط وبيحط المخده على دماغه. فقامت بتقوم، لكن وهي قايمه كده بتبص على التليفون بتاع بن وبتاخده هو والولد وبتنزل تقعد تحت. بتفتح الرسائل اللي بينه وبين اليسا، بتلاقيها بعت له الصوره. فلقت بن بيقول لها شكرا على اليوم الجميل ده وشكرا انك سمعتيني. اليسا قالت له العفو اي وقت. تاني يوم بن بياخد بنته كالعاده وبيروح موقع تصوير. يا دوبك اليسا بتعمل مشهد صغير كده ما فيهوش اي حاجه واو يعني. بن بعد كده بيقول لها ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الاداء الجامد ده؟ لا لا لا, لا انت ممثله جامده. فضل ينفخ فيها لما كانت هتفرقع، وهي كل اللي طالع عليها شكرا يا بن، شكرا يا بن حبيبي تسلم شكرا. واعتذرت له بعد كده على الصور اللي نزلت على الموقع الاخباري، وقالت له اكيد مراتك متضايقه. بن قال لها لا لا مراتي اساسا مش بتاخد بالها مني ولا اخدت بالها من الصور اساسا، انا مش عاوزك تلومي نفسك على اي حاجه. وحضنها كده حضن اخوي علشان يطمنها. بن ده حنين يا جماعه. من الناحيه الثانيه كانت بتحط روج احمر كنوع من الاهتمام بالنفس. تصدق حلو عليك اللون ده كانت. في نفس الوقت ده بن بيكون راجع هو وبنته البيت، وبعد رساله لاليسا قال لها انا مش عاوزك تعول هم اي حاجه وما تلوميش نفسك على اي حاجه. فاليسا قالت له شكرا يو ار سو سويت، انت سكر مسكر يا بن. يسكت بن؟ لا. بعت لها رساله تاني قال لها انا موجود في اي وقت لو حبيتي تتكلمي. اليسا قالت له شكرا. وصدقني يا بن انا اوقات بلاقي نفسي كده وحيده. ماتيلدا في الوقت ده قالت له انت بتعمل ايه؟ بن قال لها ببعت رساله لامك بقول لها ان احنا مروحين، واقعد على حالك بقى وانا لاقيها منك ولا من امك. بن بيروح البيت برضه بيبقى ماسك التليفون، مش بيتكلم مع مراته ولا معبرها، وما خدش برضه باله من الروج الاحمر. فقانت مسحت الروج تاني وبن سابها ونام. تاني يوم الصبح قانت بتاخد ولادها الاثنين وبتقعد في المطبخ كده بتلعب معاهم. ده كان يوم العطله. اما بن كان قاعد فوق ماسك التليفون بيبعت رسائل عميقه شويه لاليسا، وهي بترد عليه برسائل عميقه برضه، وهما الاثنين بيتعمقوا مع بعض. فبن في الوقت ده قال لها تعالي لي البيت، ونزل بعد كده اتكلم مع انت وقال لها ايه رايك لو تاخد العيال مثلا وتروح الحديقه. ماتيلدا سمعت كلمه حديقه وقالت ايوه انا عايز اروح الحديقه. فضلت تزن على انت لغايه ما انت وافقت. فانت قالت لبن انت مش هتيجي معانا ولا ايه؟ بن قال لها لا معلش انا تعبان شويه انا هستناكم هنا. وفعلا انت اخذت الولاد وراحت الحديقه. وهناك في الحديقه قابلت صديقه قديمه ليها كانت في الشغل معاها. صديقتها دي قالت لها انا سمعت انك انت وجوزك انفصلتوا. تصدقي يا انت احسن ليكي. انت تعرفي انه في مره راح لجانيت البيت قال ايه علشان يبارك لها على الكتاب اللي هي نشرته، وجانيت قالت لي ان تصرفاته كانت غريبه في الليله دي. كويس يا انت انك انت سبتيه. انت في الوقت ده صدمتها وقالت لها على فكره انا ما سبتوش، ده كل اللي حصل ان هو سابنا كام شهر كده قال ايه علشان يستلهم فكره لكتابه الجديد. في الوقت ده الست اللي قدامها دي كانت بتقول يا ارض انشق وبلعيني. وقامت سابتها ومشيت. رجعت البيت لقيت جوزها متوتر جدا لان بن كان مستني اليسا. سال قالت ايه اللي جابك بدري؟ قالت له حسينا ان الجو ساقع شويه فقلنا نروح، وبقول لك ايه النهارده هنتغدى سمك. بن قال لها ماشي ماشي اي حاجه. وبسرعه بعت رساله لاليسا قال لها ما تجيش وانه يعني هشرح لها بعدين. في اليوم ده بالليل بن سخن جامد جدا وكان عمال بيرجع. قامت راحت له عند الحمام وقالت له مالك انت كويس؟ طيب بقول لك ايه طالما انت تعبان انا بكره هاخد ماتيلدا واوديها انا موقع تصوير. وفعلا تاني يوم قامت هي اللي ودت ماتيلدا هناك. قابلت ايميلي وايميلي ورتها مكان المقطوره بتاعت ماتيلدا. فقامت دخلت المقطوره بتاعت ماتيلدا وفضلت تبص على المقطوره بتاعت اليسا. في نفس اللحظه دي اليسا كانت بتبعت رسائل لبن بتقول له في ايه انت ليه ما جيتش النهارده؟ بن قال لها معلش تعبان شويه فما قدرتش اجي. اليسا قالت له انا كان نفسي اشوفك. بن قال لها هعوضك بكره، اوعي تتكلمي مع انت، خلي بالك دي مخها تعبان والمفروض في ادويه بتاخدها وليها فتره ما خدتش الادويه دي، فحاول يعني ما تحتكيش بيها. اليسا قالت له ايه ده؟ هي مراتك ساحره مجنونه ولا ايه؟ خلاص انا مش هحتك بيها. على كل حال انت بتقعد بعد كده في موقع تصوير وبتتفرج على اداء بنتها واليسا، وبتطلب من ايميلي بعد كده انها تروح في مكان برايفت علشان ترضع ابنها. فايميلي بتوصلها لغايه المقطوره، وهناك عند المقطورات ما كانش فيه اي حد. فانت بتستغل الموضوع ده وبتدخل المقطوره بتاعت اليسا، بتفضل تفتش في حاجاتها كده وبتشوف كل حاجه بتستعملها، وبتخرج بعد كده من المقطوره. في الوقت ده اليسا وبنتها بيكونوا رجعوا. اليسا بتتكلم مع انت شويه وبتقول لها انها مبسوطه انها اخيرا شافتها. اليسا سالتها بن عامل ايه؟ هو لسه عيان؟ انت قالت لها مين قال ان هو عيان؟ في اللحظه دي اليسا توترت وقالت لها انا فاكره تقريبا ان في حد قال ان هو عيان تقريبا كده ايميلي. انت قالت لها هو كان عيان شويه بس بقى كويس. واول ما روحت البيت بن انهال عليها بالاسئله، يومكم كان عامل ازاي؟ هل انت اتكلمت مع اليسا؟ وكان مش على بعضه. انت قالت له ايوه اتكلمت مع اليسا. وغريبه يعني يا بن هي عرفت ازاي انك انت عيان؟ بن قال لها ايه مش عارف صدقيني، ممكن تكون عرفت من ايميلي لان انا كنت قلت لايميلي ان انا تعبان ومش هقدر اجي النهارده. فانت لما لقيت ان كلامهم هما الاثنين واحد عدت الموضوع. وتاني يوم هو اللي راح اللوكيشن مع ماتيلدا. اول ما شاف اليسا بعت لها على طول رساله انه مبسوط جدا انه شافها، وكانت اليسا اساسا قدامه بس اليسا كانت بتتكلم مع المخرج فما التفتتش للتليفون. ولكن بعدها بشويه بعتت له رساله قالت له انها عامله له مفاجاه، وقالت له يقابلها
لها في المقطوره. بين في الوقت ده قال ايه المقطوره يلا بينا. ايميلي في اللحظه دي جات له وقالت له احنا خلاص قربنا نخلص وهنروح على المقطورات. بين قال لها خلاص هات انت البنت وتعالوا ورايا انا هسبقكم على المقطوره، وسابهم ومشي بسرعه. راح على المقطوره وبعت رساله لاليسا ان هو في المقطوره. قال لها يلا يا اليسا انا جاهز. لا اليسا سايبه له جهاز في المقطوره متوصل بكاميرا عندها في المقطوره بتاعتها، وهي بقى كانت قدام الكاميرا عماله بتعمل شقلباظات غريبه كده. وبين كان اخر انبساط. في اللحظه دي لقى ايميلي بتخبط عليه. بين طلع لها وقال لها ايوه عايزه هي مفسده اللحظات السعيده. ايميلي قالت له بنتك تاهت مش لاقيينها. بين قال لها طب خلاص روح انت تدور عليها وانا هاجي وراكي. ايميلي قالت له ايه انت عبيط يالا بقول لك بنتك تاهت تعالى دور عليها معانا. بين قال لها ماشي يا ستي يلا بينا. فضلوا يدوروا على ماتيلدا، وبين كان مستعجل جدا عاوز يلاقيها باي شكل علشان يرجع المقطوره، وبسبب استعجاله ده وقع على وشه وهو بيدور. ولكن بيقولوا له بعد كده انهم لو ماتيلدا. وبين لما بيرجع عند المقطورات بيتفاجئ ان ماتيلدا في حضن انت. الله امال جيتي مات يا انت ولا انت عامله سربرايز انت كمان لبن؟ انت قالت لبن هو انت كنت فين لما البنت تاهت؟ بين قال لها كنت فين يعني؟ كنت في الحمام غبت عنها دقيقه وتاهت ودينا لقيناها وخلاص الموضوع خلص ما تعفوريش بقى. فانت اخدت اولادها ركبت العربيه وبين ركب معاهم، واثناء ما انت سايقه العربيه برضه بين عمال يبعت رسائل لاليسا يخرب بيتك يا ابني اهدى شويه. طبعا بين كان بيبعت رسائل عميقه برضه. فانت في اللحظه دي ضربت فرامل مره واحده. بين قال لها ايه في ايه؟ انت قالت له تقريبا شفت غزال معدي كده ولا حاجه باين. وروحوا بعد كده البيت بسلام. في البيت برضه بين قاعد على السرير وبيبعت رسائل لاليسا، وقاعد عمال بيتخيل حاجات في دماغه لغايه ما بينام. تاني يوم الصبح انت بتصحى بدري بتاخد ماتيلدا وبتقرر هي اللي تروح لوكيشن التصوير مع ماتيلدا بدل بن، وهي بتقفل باب البيت رزعته جامد علشان الولد يصحى ويزعج بن. وجرت الخطه كما كان مخطط لها. بن صحى على ملا وشه ومسك الولد. لا انس سايبه له رساله بتقول له فيها رد على الولد. اما هي فقعدت في لوكيشن التصوير لغايه بالليل، وده كان اخر يوم تصوير. انت في اخر اليوم راحت واتكلمت مع اليسا. بعد كده روحت البيت. اول ما شافت بن قالت له ايه عملت ايه النهارده؟ بن قال لها كنت عملت ايه يعني؟ قاعد مع الواد طول اليوم مش بعمل اي حاجه. انت قالت له جدع يا بن هروح انا بقى احضر العشاء. وراحت حضرت العشاء ولبست كده طقم حلو قوي تقريبا ده بتاع بن مش بتاعها، وشغلت اغاني وحضرت العشاء والدنيا حلوه قوي. وبن في الوقت ده بيتفاجئ بمين؟ اليسا جايه لهم البيت. اول ما شافها كده اتوتر واتبرجل. اليسا قالت لبن ان انت عزمتها على العشاء بمناسبه ان النهارده كان اخر يوم تصوير. بن بص لانت وقال لها انت بتعمل ايه؟ انت ازاي تعزميها من غير ما تقولي لي؟ انت قالت له ايه المشكله؟ انا شايف ان ده حاجه عاديه يعني. فبن كان قاعد طول العشاء متقدر، وانت هي اللي كانت دايره الحوار وعماله بتهزر مع اليسا، واليسا بتهزر مع ماتيلدا، والحوار كان داير بينهم هما الثلاثه بس. فاليسا بعد كده بتسال بن اخبار الشغل ايه؟ بن بيقول لها زي ما انت عارفه يعني الكتابه مش سهله، فالموضوع ده بياخد شويه وقت. وبن كان باين عليه التوتر جامد جدا. فانت في اللحظه دي قالت لماتيلدا يلا ميعاد نومك جه، وخلت اليسا تطلع معاها علشان هما الاثنين يناموا ماتيلدا. كمان خلت اليسا تودعها قبل ما تنام، ونزلوا هما الاثنين تاني قعدوا مع بن. انت سالت اليسا انت ناوي تعمل ايه بعد كده؟ اليسا قالت لا لسه مش عارفه، انا لسه مخلصه المسلسل ده ولو في اي حاجه تانية انا جاهزه يعني. بن في الوقت ده قال لهم انا عاوز اتكلم. انت قالت له مفيش مشكله ايه اللي عاوز تتكلم فيه؟ بن قال لها انا عارف اللي انت بتعمليه، انت بتحاولي تحرجيني. انت قالت له ايه؟ انا مش فاهمه. بن قال لها بطل الصعبات ما تعمليش نفسك غبيه. انت قالت له انا فعلا مش فاهمه انت بتتكلم عن ايه. في اللحظه دي بن فقد اعصابه وخبط على الترابيزه جامد. فاليسا في الوقت ده حست ان الجو متوتر واستاذنت انها تمشي علشان تسيبهم براحتهم. بن قال لها مفيش اي حاجه يا اليسا اقعدي. انت قالت له ايه ده وانت بتامرها انها تقعد؟ فبن رجع اتعصب تاني قال لها بطلي اللي انت بتعمليه. انت قالت له ايه اللي بعمله؟ فبن اتجنن وقال لاليسا خلاص روح انت دلوقتي وانا هبتصل بيكي. مراته قالت له خلي بالك من اللي انت بتقوله. بن قال لها اخرسي ما تتكلميش. طبعا في اللحظه دي اليسا شافت قدامها بن ده متحول فجاه كده بقى شخص عنيف، ده اللي خلاها بقت خايفه منه وبسرعه سابتهم ومشيت. بن في اللحظه دي اتكلم مع انت قال لها هو انت فاكره انا مش فاهم الالعاب بتاعتك دي كلها؟ طيب بص يا انت انا هسيبك وهنفصل عنك وهروح اعيش مع اليسا لانها هي اللي حسستني ان انا على قيد الحياه، مش زيك انت كده عايش في روتين معاكي كل يوم. انا هسيبك يا انت مهما عملتي انا مش هعيش معاكي تاني. وسابها وخرج علشان يروح لاليسا. وهو ماشي بالعربيه اتصل باليسا. اول ما فتحت عليه بن قال لها انا قلت لها كل حاجه وخلاص يا اليسا هعيش معاك انت. لم يكن يعلم ان هو بيكلم مراته. فبن استغرب ازاي يا عم هو ده اسم اليسا اهو ازاي بكلم مراتي؟ وقال لها هو ايه ده وانت سرقت التليفون بتاعها ولا ايه؟ هو انت مجنونه بنت انت؟ وهنا بقى كانت الصدمه. اتضح ان انت لما مسكت تليفون بن وهو نايم حطت مكان رقم اليسا رقمها هي، والرقم ده كان رقم جديد ما كانش مع بن. فمن وقتها اي رسائل كان بيبعتها بن لاليسا كانت بتوصل لمراته ما كانتش بتوصل لاليسا اساسا. وكل الحوارات اللي كانت بين بن واليسا كانت بينه وبين مراته. وفي اليوم اللي رجعت فيه بدري في البيت وقالت له ان العشاء النهارده سمك كانت حاطه له حاجه في الاكل ده اللي خلاه تعب وسخن وكان بيرجع. كمان اليوم اللي رجعت فيه بالعربيه وهي سايقه وهو كان راكب ورا وبيبعت رسائل لاليسا كانت هي اللي بترد عليه في الوقت ده، وعلشان كده كانت هتعمل حادثه. وخد بقى التقيله اليوم اللي بعتت له فيه رساله
الشقه وقالت له مستناك في المقطوره. مش آلسة هي اللي كانت بتعمل الشقلباظات، انما آنت هي اللي كانت بتتشالب. ها ها ها، انها النساء يا ساده. طبعا بن في الوقت ده لما بيعرف ان علاقته مع آلسة كانت من طرف واحد بيتجنن وبيفقد اعصابه وبيعمل حادثه. اما آنت من الناحيه التانيه فولا الهوى، اخر برود اعصاب كده وروقان، وكانت مبسوطه انها انتصرت على بن. لغايه هنا الفيلم بينتهي. اسم الفيلم هتلاقيني سايبهولك في صندوق الوصف، ويا ريت تدوس على لايك وتعمل كومنت وشير علشان الفيديو يوصل لناس اكتر. ولو انت مش مشترك فاشترك وفعل الجرس علشان تجيلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده. مستنيكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سامي زازا.